الحمى دي هي وبنتها كانوا متعصبين جدا، وراحوا يزوروا زوجة ابنهم في بيت اهلها. فدخلوا البيت بتزعق، بتقول لها انت لسه قاعده عندك؟ قومي يلا البسي عشان ترجعي بيتك. زوجة ابنها قالت لها بالراحه بس يا حماتي، انا لسه منيمه الولد. قالت لها انت ازاي سايبانا من غير اكل ولا شرب؟ انت ليكي كام يوم هنا؟ فردت بنتها وقالت لها 3 ايام، والبيت ما فيهوش اكل ولا شرب. فردت حماتها وقالت لها احنا جوزناكي لابني علشان تخدمينا، مش عشان تيجي تقعدي عند اهلك ولا تخدميهم. انت لازم تلبسي دلوقتي حالا وترجعي البيت، محتاج يتنضف. هنا اخوها اتعصب وقال لها طب ما تعملي الحاجات دي انت او بنتك، انت مستنيه اختي تعمل لك الكلام ده؟ قالت له اه، جوزت ابني لاختك علشان تخدمني. قال لها بس انا اختي مش خدامه، انا اختي بتعمل كده بس تفضل منها مش اكتر. اختي مش هتروح معاكم لغايه لما تعرفوا قيمتها. وانت لو مكان اخوها هتعمل ايه؟ هتطردهم وتطلق اختك ولا هتسيب اختك ترجع معاهم؟ منتظره ردكم في التعليقات.